ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا تليفون اللي هو ريدمي 12 سي. تعالوا كده نتفرج عليه ونشوف امكانيات الموبايل دوت. وزي ما انتم شايفين طبعا كالعاده العلبه بسيطه ما فيهاش افكار كتير. ده الموديل بتاعه وده شكله. تعالوا نفتح كده العلبه ونشوف الموبايل جواها شكله عامل ازاي. النسخة اللي معانا طبعا اللي هي ال 4 جيجا، ال 128، ال 4 جيجا رام، ال 128 جيجا روم. الموبايل طبعا بياخد شريحتين وكارت ميموري، ومعاه طبعا في العلبة شوية حاجات بسيطة كده اهوت. معاه الشاحن بتاعه، ومعاه شهادة ضمان وشوية حركات كده. طبعا معاه الحاجات البسيطة ديت، والدبوس بتاعه اهو. الدبوس ده دبوس مدور. طبعا الموبايل زي ما احنا شايفين كده 3 كاميرات. الكاميرا الأساسية طبعا اللي هي 50 ميجا بكسل. تعتبر تصويرها معقول مش وحش، تصويرها كويس. وطبعا في البصمة بتاعة الظهر ديت اللي احنا شايفينها، فينجر برينت كده، بحيث ان انت. وطبعا الجريب بتاعه او الماسكه بتاعته حلوه. الموبايل حواف مدوره كده. وده طبعا الباور والتعليه وتوطيه بتاعه الصوت. الموبايل رفيع، حجمه يعتبر كويس جدا، يعني مش وحش مش كبير، ومسكته كويسه. وزي ما احنا شايفين في برضو المدخل 3.5. هو طبعا السماعه اللي تحت، وده المايك والسماعة، والشحن طبعا يو اس بي عادي، مش تايب سي ولا حاجة. وطبعا في كاميرا أمامية، وفي فتحة السماعة 3.5 من فوق اهي. دي فتحة السماعة 3.5. الموبايل إجماليا يعني معقول، إمكانياته تعتبر متواضعة. ده طبعا المكان اللي بتحط فيه الشريحة، وبتحط فيه الاتنين لو الشريحتين مع الكارت الميموري بتاعك. تعالوا كده نبص بصة برضو، بحيث ان احنا يبقى عندنا فكرة عن الموضوع كله في الموبايل. وزي ما قلنا الموبايل متواضع، امكانياته متواضعة، بحيث ان انت يا دوبك تقدر تأدي بيه الغرض يعني. لكن يعتمد عليه، يعني لو عايز برضه تجيبه لحد من الولاد ولا حاجة برضه هيبقى كويس. وسعر الموبايل دلوقتي في حدود 5,900 أو حاجة زي كده في الحدود يعني. برضه ممكن طبعا، ده تاريخ ميعاد الحلقة كان بالسعر ده. ممكن بعد كده يكون غلي شوية أو رخص شوية، مش متأكدين من المعلومة. طبعا معدل الشاشة تقريبا يعني حكاية 50 هرتز أو 60 هرتز في الحدود برضو يعتبر معقول معدل التحديث. وزي ما احنا شايفين الكاميرا بتاعته تعتبر كويسة مش وحشة. فالموبايل إجمالا معقول يعني. وبفلاشة طبعا، الكاميرا بفلاش ورا اهي زي ما احنا شايفين. والتصوير طبعا بتصور لحد 50 ميجا بكسل. وده الزوم بتاعه اهو، بيعمل زوم لحد 10 اكس تقريبا اهو. ده بيعمل زوم لحد 10 اكس. وزي ما احنا شايفين تصوير الكاميرا معقول بصراحة، مش وحش يعني. سواء في التصوير الفيديو، او في التصوير اللقطات العادية. وبنحاول بحاول اجيبه لكم بحيث ان انتوا تشوفوا لو هو في مثلا اتش دي بس ولا فول اتش دي، يعني بيصور 1080 ولا بيصور لحد طبعا بتقدر تعمل 30 فريم بير سكند 720 بي، و 1080 برضو 30 فريم بير سكند. ده طبعا يعتبر من الحاجات اللي معقولة مش وحشة في الموبايل يعني. وتقدر تتحكم زي ما احنا شايفين طبعا في كل الامكانيات بتاعة الكاميرا. وفي طبعا الكاميرا البرو، بحيث ان انت لو عايز تعمل تصوير برو تتحكم انت في كل اعدادات الكاميرا. هو طبعا اندرويد 13، وده طبعا نقطة تحسب ليه نقطة كويسة جدا، انه الاندرويد 13 فيه طبعا كل الامكانيات اللي انت عايزها. الصوت بتاعه برضو يعتبر صوت كويس مش وحش. وزي ما احنا شايفين معدل تحديث الشاشة 60 معقول يعني، مش وحش. ال60 الدنيا لذيذة. وهو بصوا بحاول ان انا اوري لكم معدل التحديث، او انه في سلاسة يعني في الحركة، مش مجرد انه تعالوا كده نبص على حول الهاتف ديت، بحيث ان احنا نشوف برضو الاندرويد والتحديث بتاعه. زي ما انتم شايفين كده الموبايل يعتبر متواضع. لو عايز طبعا حاجة معقولة اوكي مفيش مشاكل. لو
عايز حاجة تعتبر مش غالية قوي، يبقى برضو كده الدنيا تمام معاك يعني. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.